براسيا وين دولت ترك خانج بنا يشكي بشيء آمده دكي ام خدن بيركي بيجن ام مكيزن عسكري ام جرى آمدنا وشركة برتراوري كرن ونوكي مشابه يكون بري واتمنى كرن اگر شركة بري كرن وشركة بري والحمد بري بلا. في الوقت الذي تتحضر فيه الدولة التركية لهجمة برية، نقول بأننا كقوات عسكرية نستعد لصد هذا الهجوم، وأن إذا ما وقع هذا الهجوم سوف تكون حرب واسعة، أو سوف يكون هناك اتساع لرقعة المواجهات. أنا جو كيزي ما عسكري وكي قال لي ما جا شرير حاضر لبالي أنا خازن شر شيبي وأنت خازن يعني عسكري كنت أنا بري ديال شهر سيركل وخفت تسعير. نعم، كقوات العسكرية وقوات الشعبية مستعدين لصد هذه الهجمات، ولكننا في نفس الوقت لا نود أن يكون هناك تصعيد في المنطقة وأن يكون هناك أي أعمال عسكرية. بدما بورتي دات قالك بايرشك حتى نهار نكرين قالك بندور سلبيها بون أم كانوا بيجيك بندور أساسي يعني بنسازي بدرك كيف بدرك هاتن خراكرن أدوامين هالشري ما يكون هالديجي داعش تمشون زرارك مازن دايك. الهجمات التي وقعت حتى الآن كان لها تداعيات سلبية على المنطقة، ومنها تدمير البنية التحتية للمنطقة، بالإضافة إلى توقف عملية مكافحة داعش. أجبركم بهذه ما يكون هالديجي داعش شردك أو خجبون هدفي بايرشان وكي وديت يشقون بهوليات تكرن نزكي حبسانة تكرن أولا جيش خبطن هبش تحارب برتين كرن بشيء تسوي شيء كي بيجي مجبوري واسطة. كون القوات التي تكافح مرتزقة داعش باتت هدفا للدولة التركية، والقوات التي تعمل بشكل رمزي مع التحالف الدولي في مكافحة داعش الآن هي أهداف للدولة التركية، بالتالي الأعمال مكافحة داعش توقفت. براسي حتى أنا أم دزاني قال لك إذا هيزن نب دولتي رياكسيون يقول دي جي بي أوبريشن دانا قوية كرن قال لك هيزن نب نتميل دي جي بي أبد سكن أم دزاني روسيا دي جي أمريكا دي جي أنا أبي باشن يعني بيجي تدفع عليه باشن. القوى الدولية حتى الآن أبدت عن رفضها لهذه الهجمات، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية أعربتا عن رفضهما هذه الهجمات، وهذه مواقف جيدة. لبالي أم تزانن يعني تركيا كإصرار بيرش قدر وممكن مغامرة كبكنش بوجي أف إن بيست أف هلوسي أنا نبدأ بكشتي خورت ببن والدي جي بي شركة جدي في السكن بقى هلوسي كده جدي خورت نبن واللي في الشباب وبرسلين نسافر. لكننا نعلم أن الدولة التركية مصرة في هذا الموضوع، وإذا لم يكن هناك موقف دولي حازم من هذه الهجمات سوف قد تذهب الدولة التركية إلى المغامرة بهجمات أوسع. بس خاطر برضه بيجي سوري وراتك أوقات إذا برشكش وراتك عربي تحسب تدخل بكاتي برجيان لكن يعني هي بدأت دولة تتخاذ بشكل آخر سوري أو بك داغر بك جوانا بيجي وراتين عرب تبات مصر دولة الخليج ودولة الدين على قدر أو أوجي قريب بيستك والهمبر ده يعني الهمبر بإيريشة روسيا كمان داخل ترحب. سوريا جزء من جماعة الدول العربية، وتركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية، ولا بد للدول العربية ودولة كمصر والدول العربية الأخرى أن يكون لها مواقف واضحة وحازمة في هذا الشأن. شكرا لكم زملاء الإعلاميين والصحفيين. الآن نفتح المجال للأسئلة. هناك العديد من الأسئلة التي كتبت حتى الآن بالترتيب. نبدأ مع
من يود أن يطرح الأسئلة الآن؟ نرجو أن يكتب ممكن الاسم لنمنحه الفرصة. مام أستاذ إيوه. تفضل. مساء الخير جميعا. شكرا جنرال مظلوم عبدي لوجودك معنا. السؤال الأبرز حول المواقف الدولية، كان هناك لقاء بينك وبين بريت ماكورك، ماذا بس تناقشتم؟ جمعة، العفو جمعة، بس عرف عن حالك والوسيلة قبل ما تبلش بسؤالك. جمعة عكاش، مراسل قناتي العربية والحدث في شمال شرق سوريا. جنرال مظلوم، سؤالي حدث لقاء بينكم وبين بريت ماكورك، ماذا ناقشتم في هذا اللقاء؟ هل أمريكا تقوم بوساطة بينكم وبين تركيا؟ وهل فعلا حملتكم شروط تركية؟ إذا كان الجواب نعم، ما هي هذه الشروط لوقف العملية التركية على شمال شرق سوريا؟ شكرا جزيلا. إدارة أمريكي صرنا بريا يعني بريت ماكورك جمرة راغاندن بشوازي كفرمي كهنا اللي تيجي بأوبريسيونين قبولناكن ولسه حمي وهاد بتنكو حمي سازيما وزارة الخارجية بنتاغون أرتيشي داخلين اللي تيجي بأوبريسيونين دانا وهل بتنجي مرة دانا خياكرين كأوانا بتواصلون بتركيا رهي وجبنا كوكان ب أوبريسيونين بالساكنة جبنا شروطان تشتكوا رقادنا دركتي يشتكوا صنينة بري منتظرين تحذر وزادة نبر أمريكا ودولة تركيا اتفاقات كبو يعني التفاهم كبو أو اتفاقك أو تفاهم أو اتفاقي ببرات كذا بيقول حمو طرف بالتزام. أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها الواضح بأنها ضد هذه الهجمات، وأكدت من خلال البيانات صدرت عن البنتاغون والخارجية، وأكدوا أيضا لنا بأنهم على تواصل مع تركيا لإيقاف هذه الهجمات. بالنسبة لما سرب أو ما أشيع حول الشروط، ليس هناك شيء من هذا القبيل، بل هناك العمل على جعل الأطراف كافة تلتزم بالاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في عملية وقف إطلاق النار. نعم. بريز زيوس كارم برسبكم. تفضل. أكرم صالح من منصة مساحة، تحدث إليكم من مدينة القامشلي زي برساخب كردي بكم جالكس فاس بريزبوم سر تغيبونا تو داينا في درفتي بوما بريز مظلوم تبحث كرتاجو تركي خو آمادت كيجبو إيريشن سر كوباني وشعبات فرده موقفك إيراني هي رافض درباسبونا تركي وإيريشا ويدا قركرنا ويج هريمين الشهبارة حتى بنبلو زهراء تفرد تشدا خيانيه انه دركتنش بري جلك دي اخفتن سر هريما الشهباي جو ايريش سرويري كرينيا دجي كوباني ام دزانن كوباني سمبولا كوينا بدولتي هي جبوتك برنا داعش بلحظه شارداد تا اگاهين تكز الدست ودهن جو ايريش وي سرچي ببياناش بر جلك يجي بحثا من بجو كوباني تكرن اگر تو زانيارين تكز الجمو هبن جو دفا يعني كيماني بيجن دما هي دما ام بيش خد بينن او يريش سروي دبري شيء جالكس اكرم بس اشكيجا وسيله ركاردك منصه مساحه. اذا اكرم صالح منصه مساحه يسال عن اذا ما كان هناك يسال عن الموقف الايراني ايضا من هذه الهجمات، وفي نفس الوقت يسال اذا ما كان هناك معلومات مؤكده حول استهداف كل من منبج وكوباني. راستی وینه الگوری ما شوپاندی هنوز ایرانی اوجی دیجی به اپریسیون جارا برایشی لیتیشیبون و به جارجی لیتیشی به وینه و امبارد کن به هنوز اونگیرن کی دوام بکی تیبت هری مشهبا یعنی کی ایران جعل قدر دکی و برک و بیست هنوز تکون هبه. الدولة الإيرانية قبل الآن كانت ضد الهجمات التي شنتها الدولة التركية، ونعتقد بأنها الآن أيضا سوف تعارض هذه الهجمات، ومن المفترض أن يكون لها موقف واضح من الهجمات الأخيرة. أستطيع أن أسأل السؤال قائد السورية الديمقراطية جنرال مظلوم عبدي؟ فقط ليتابع يكمل الجواب. يجبو كوبانية الدولة تبروجر دم شري داعش
دجبرتي خوش كوباني له وانا جي اردوغان دجبرتي تقي تيباتش بكوباني او جد خازن اوبراسيوني كي بكين لبالي ام بيجد خازن بيجن او كوباني هم جو يزن تحالف في امريكا وانا جي ديجينا او كبيرين ديجي اوبراسيوني كبيرين كنا روسيا جي ديجي وما حاضر كريش رجالي كوباني جو بات بقى حاضر كرنا لان بورد كن دجبرتي كي مازن جبو اوبراسيوني اكثر كوباني نعم. من بما يخص كوباني هناك عداء من قبل لكوباني من قبل رجب طيب أردوغان، ونحن كقوات عسكرية وأيضا القوى الشعبية المجتمعية في كوباني مستعدين لصد أي هجمة تشن على كوباني. كوباني لها حساسية خاصة، والقوى الدولية أيضا روسيا والولايات المتحدة ترفض الهجمات على كوباني، و إذن سوف يكون هناك تصدي لأي هجوم يشن على كوباني. سؤال، تفضلوا زملاء الصحفيين. سيد الجنرال مظلوم عبدي قائد قوى السورية الديمقراطية، أنا سلاف من قناة NRT عربية. أود أن أسأل عن موقف أمريكا والتحالف الدولي حول القصف التركي على شمال سوريا، وأيضا أود أن أعرف الحركة التجارية بين يعني أود أن أوضح أكثر الحركة التجارية بين كردستان العراق وأيضا روجافا. هل هناك تساهلات خاصة في المنفذ الحدودي سحيلة؟ رصيدنا موقف أمريكا يعني دسبيكي وبدرنغات أمريكا بيجين يعني تجي قصف التهريب تركان سربي هرمي هلوستواني كدرنغو أو زمان خد رخناكر ليه بدهم يدور رخني هلوستي وانشيبون وباشبو. نعم، يعني هل أرسلت لكم الإعداد والمعدات وكي تجهزوا نفسكم ضد القصف التركي؟ المعذرة فقط لو نتريث قليلا إلى أن يتم الترجمة، أيضا كون هناك إعلاميين وصحفيين من وسائل عربية وبلدان عربية لا تجيد الكردية، كان هناك نوع من التشويش. المعذرة سيد مظلوم عبدي، لو تعيد الجواب الأخير. يعني أول هلوس أمريكا يعني دسبيك درنغات تجي قصفي كهاتنا تشيكرن قصفي تركم بسريقة يعني مجاري كرخنا وأمريكا قرد رينا دباطة كرن دبالي بدوينا هلوسي كأمريكا تشيبيا هم أمبورنا بها هلوستواري دوام كرن جبونا درينا تجارتنا نبرما وباشوري كردستاني دوام دكي هي نورمال دوام دكي دام هي بيدارن وبجبر وإيرشي كونر سرما أف تجارة أف تسهيلات سرت في واندا هبن حركة التجارة تداخل تبر مشهور. موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان موقفا متأخرا حول هذه الهجمات. بالأساس كانت هذه الهجمات مدانة، وبخصوص التجارة أو استمرار التجارة مع إقليم جنوب كردستان هي مستمرة، ونتطلع أن يكون هناك تسهيل للعملية التجارية في ظل الظروف الحالية. كاك زيوار سيبان خليل كانالا كردستان بسوشار هاولي تكارب برساخو بعربي بكي نعزم كردي بكم فرم برسام أو قالوا آستا دين دنابرا هزين سوريا ديمقراط والرجيم السوري دفيدا من هذا تشاوانا وقالوا بريز مظلوم دوي باوريه ده كوري كفتنك جير بجير دنابرا الرجيم السوري وتركيا جبوكو إيريشي دفرين كردي روجافا كردستاني. بس ناخذ دوباره ببورة. سيبان خليل كردستان بسوشان هولير. اوكي، سيبان خليل من قناة كردستان 24 من هولير يداخل ويسأل عن مستوى التنسيق مع النظام في ظل الهجمات التركية، وإن كان هناك أي اتفاق ضمني بين النظام التركي وحكومة دمشق حول هذه الهجمات. روسيا يعني غير دوله ارتسريجي كل ما اوجب الهدف يقول لك وضعي وانجي هاتن شيكرين بمناسبة مسرساقج عائلة مرات خازن براستي أنبارنا كنكو تنسيقنا بر أرتشا تركي وسوريا دهية بالعكس أنبيد بنيكو فارستنا بآخر وصفة أرتشا سوريا جنتنا قصدية وأم هي بدارنكو أجر إيرشا
تركات شبو قصد وارتش السوري بعبر اللي تجي في إيرشبسك. في الهجمات الأخيرة استهدف جيش الحكومة السورية، وكان هناك شهداء من الجيش. نعزي عوائل الشهداء، ولا نعتقد بأنه هناك تنسيق بين جيش حكومة دمشق والجيش التركي حول هذه الهجمات. Kak Zivar, Karim Pilsim. Ja, Herr Pers, da wibu bez. Kak Zivar. Bele, Karamka. Kak Zivar, spas bo General Mazlum Abdek وأفدت دعما از حسين عمرم جروداو جا هولي ريبرسا خدكم أكر هات وتركيا أف هالوستن أمريكا وروسيا وحتى إيران حمول برجعبانا قرتن وهر ما رجت كوفي إيريشي أنجام بده هون توقعتكن هون بشبينيتكن كو هالوستك أمريكي تنتر الهمبر تركيا هبش بورا قرتنا في إيريشا كو تركيا بالنيازة بكيل سر رجعباي كرساني. حسين عمر من روداو من هولير يسأل إذا ما تجاوزت تركيا كل المواقف الرافضة لهذه العملية العسكرية وذهبت قدما في عملياتها العسكرية، هل تتوقعون أن يكون هناك موقف أمريكي أكثر صلابة تجاه الدولة التركية؟ يعني بيوسا وصابي بيوسا هلوستيوان أو هلوستيوان هذا مجموعة برسكرة قالكو يعني تركيا شو بكيت يعني قدر أبدا خوني أساس يعني نقدر تنقدر باسكرن مجموعة خاصكو قالك واش هلوستيوان ده آخر تربي وأنبارد كم هلوستيوان ده آخر تربي ده خازم هذا أمريكا تحذر المزداد فقط شبو دلوقتي فقيد هذا الجوتين كي قالكو تركيا بد التزام نكب باتفاقي بهي كيوسا للسير تبعي تركي جزاء يعني جميع عقوبات ورن أو كانوا مشاهدين طيب ده خزين أو كان هذا جاري كدين كونغرس الأمريكي بريارة تزابيكي نهوك. من المفترض أن يكون كذلك أي أن يكون هناك موقف أكثر شدة تجاه تركيا إذا لم تلتزم تركيا بالرفض الدولي ورفض الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المفترض أن يكون هناك مواقف أكثر صلابة والذهاب إلى فرض نوع من العقوبات على تركيا في هذا الشأن. أستاذ زيور. أستاذ إلهامي تفضل. تحياتي لك جنرال. الحقيقة أنت حضرتك في مقدمتك تحدثت عن دور الجامعة العربية ودور بعض البلدان العربية. السؤال ليه ما بيتمش التعاون مع العدوان على أنه عدوان على الأرض السورية؟ فده بيفرض على الجامعة العربية وعلى الدول العربية إنها تكون لها دور وفاعل في هذه المسألة. الأمر الثاني، هل تم بين حضرتك أو بين الإدارة الذاتية تواصل مع الأطراف العربية وتحديدا زي ما حضرتك ذكرت مصر والخليج وما إلى ذلك لتطلعها على الحالة الراهنة وعلى شكل العدوان وأبعاده وما إلى ذلك؟ شكرا. شكرا. تمام. نوع يعني نكون بيجن براستي يعني دفاع إيرشين يكون هذا رتبة تفسر بها ريميديكي موقف الدولة العربية أنا ضعيفة مجموعة الدولة العربية الوسط مسخور النادي تنادس بكت خازن بيجن. حقيقة حتى الآن مواقف الدول العربية هي مواقف ضعيفة، لم نرصد مواقف قوية ضد هذه الهجمات. تركيا نات خازن بشكل آخر سوري احتلال بكي داخل بكي سوري أتوم جماعة عربية أبغى قريك هروسك داخل تر يفيدك. تركيا تحاول الآن احتلال المزيد من الأراضي السورية والسوريا جزء من جامعة الدول العربية. براسي جواب أنا تواصلي معنا هاي بدولتي حمي دولتي عربية قال لك دولة تواصلي معنا لبالي مجموعة خازن كو تأثيري وانا جيب بندوري من ده. لدينا تواصل مع العديد من الدول العربية ونطالب الجميع أن يكون هناك مواقف أكثر وضوحا وإذاء هذه الهجمات. يعني معلش لو سمحت لي بس
تصور ان المساله بشقين، يعني في دور من الاداره الذاتيه ودور طبعا من الدول العربيه. ففي ظني او في اعتقادي اذا ما تم نقل الصوره بوضوح وابعاد العدوان وكيف ان ممكن هذا العدوان تكون له اثار كارثيه على المنطقه ككل واتنقل بتفاصيله وبوقائع على الارض، اظن الدول العربيه هتكون اكثر حماسا واكثر حضورا واكثر فاعليه. لكن ربما شايفين ان الامر مجرد ضربات خاطفه وكفى، لكن الحاصل الحقيقه على الارض ان في ضرب للبنيه التحتيه والمعاناه لشعبنا السوري، وشعبنا السوري ده بمكوناته المختلفه. استاذ إلهامي لو تتفضل بطرح السؤال. تمام. هو راسينا اسباس جو شيروي از اجي تبليد بهم براسته هذه ما تجي تفسيرها كيه يعني ما جي حتى ابعادي به هجمه بشكل كبير فرج الدوله العربيه تم او نكرنا يمكن او جاني كان هنا صورتي كده راستر وكي صحفي نقل بكن اف سر من مجلس كم بصورتي نقل بكن والدوله العربيه ابتن جرك حساسيتي وانجي لاندر بوضعه داخل. أشكرك على هذا الشرح أستاذ إلهامي، وأتفق معك قد يكون هناك تقصير من جانبنا أيضا، وأيضا نطالب أن يكون هناك مساعي من جانبكم أيضا لنقل هذه الحقائق والواقع إلى الرأي العام العربي ولتجاوز هذا الموضوع. هون أيضا استاذ فقط اسمحوا لي ان اقرا بعض استاذ محسن عوض اذا تقدر، اذا انت جاهز استاذ محسن. ايوه معك تفضل. السؤال في سياق حديث الجنرال تحدث عن ان قوات قسد لا تريد التصعيد بشكل كامل، يعني التصعيد حدث بالفعل وتركيا قامت بشكل كامل باستهداف مناطق الإدارة الذاتية، وأعلن أردوغان بشكل واضح نيته احتلال كوباني ومنبج وتل رفعت. فمتى تتحرك قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل؟ يعني متى سيتم النظر إلى أو انتظار المواقف الدولية والمواقف العربية؟ قوات سوريا الديمقراطية أعتقد أنها قادرة على مواجهة العدوان بشكل كامل، فلما هذا التمهل في مواجهة العدوان؟ يعني حتى نهاوة يعني تسبق في بحث ذكن تصعيد ذكن هربتين يعني ناقص بحرب كنا برما ودولة تركيا ده وصار حدود حرب كي شامل نا حتى نتخازن بسكري كده قصوري ده شارسر بكن وبري ديالوج قب مثلا وري شارسر كن اگر بالدولة تركيا بالانجليزي خد دوام بكن وأمبيجن بقى هذه سوريا احتلال بكن وشغله بحرب كنا برما ودولة تركيا ده وش أم بحث التسعيد عن بيتك بقص